مساء الخير على احلى واجمل متابعين اللي دايما في قلب منورين حبايب قلبي. النهارده جايه لكم باحلى واجمل فطير. هنعمل النهارده فطير مقلي شارب الشربات بتاعه مسكر، احلى واجمل من بره بكتير. يلا بقى تابع معايا الفيديو للاخر كده، هوريكي بقى اللي هو ممرق من جوه زي ما انت شايفه كده. انا عماله اقلبه بوريكم ان الشربات بتاعه شارب من جوه ومن بره، والواحده بوحدتها كده مفلفل زي ما بيقولوا، يعني هو من جوه كده كل طبقه لوحدها. يلا بقى بينا نسمي بالله وهنصلي على الرسول وهنبدا مع بعض، وهشوفوا الجمال والحلاوه دي عملناه ازاي مقلي على النار. هنا انا عندي كوبايتين دقيق، هنا انا عندي كوبايه ميه. طبعا كوبايه الميه هحتاج اقل هحتاج اكتر على حسب الدقيق بتاعي. هنا عندي ذره ملح. الفطير بتاعنا النهارده مش محتاج حاجه خالص، الله يا دوبك ذره ملح، ولا اكتر ولا اقل. هقلب بايديا كده لان العجينه يعني تقلب بايديكي، ما ينفعش تقلبي باي حاجه تانية، هو العجينه لازم ايديكي. طبعا غسله ايديا كويس غسله حلوه وتمام، لان اهم حاجه نيجي نغسل نعمل العجينه لازم تغسلي ايديكي كده ايه غسله حلوه. هنزل بقى بالدقيق بتاعي كده واحده واحده، هلم اللي في الحله كله على قد ما بقدر. طبعا هنا ما برضاش اكتر الميه عشان ما تبقاش سايله مني، لازم كل ما بلم كل ما بتعجني كل ما الميه بتاعتك كده بتطلع كل ما بيبان اكتر. هتحطي ميه كده مره واحده هتلاقي العجينه بتاعتك بعد ما تخلصي هتلاقيها بقت ميه منك، فما ينفعش، هي هتبقى جامده شويه معاكي، بس كل ما بتقلبي وكل ما تدي تاخدي وتدي فيها كده هتبص هتلاقيها بقت زي الفل معاكي. اهم حاجه الخطوه دي الدقيق لازم تعجنيه عجنه كويسه. عايزه تاكلي فطير حلو، عايزه تاكلي فطير مورق، عايزه تاكلي فطير تيجي تمسكيها كده تلاقيها اتفردت معاكي، لازم تدي العجينه حقها. كل ما بتديها حقها كل ما تاكلي منها اكله حلوه. هنا بقى اسيب العجينه تريح ربع ساعه. طبعا انا عجنتها العجينه الحلوه بتاعتها، هسيبها تريح ربع ساعه وارجع لها تاني. هنا رجعت لها بعد ربع ساعه بقى هبتدي اقطع على طول وابتدي اشتغل. هنا ولا معانا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص، هنا مش هنحتاج حاجه خالص. هنا نقطتين زيت بس عشان ما تلزقش مني، وفي صوابع ايديا نفس الكلام عشان مش عايزين العجينه بتاعتنا تلزق معايا. اهو تمام تمام. طبعا هنا انت ممكن الواحده دي تقطعيها على اتنين، انا بحبها تبقى وسط، ولا هي كبيره ولا هي صغيره، فانا مسكتهم كده قطعتهم على ثلاثه، ليه مش عايزاها تبقى صغيره قوي. طبعا انت هنا العجينه بالنسبه في ناس كتير بالنسبه لها دي كبيره قوي على واحده، فانت ممكن تمسكي الواحده على اتنين، يعني بدل ما يبقوا ثلاثه هيبقوا سته. لا انا بحبها كبيره، يعني الكبيره كده بتبقى تملى العين كده بصراحه. يلا بينا بقى هنبدأ بقى مع بعض كده، هوريكم الفردة السهلة البسيطة جدا اللي متعودين عليها طول عمرنا. هنا جبت نفس المكان اللي انا بعمل فيه، بس غسلته غسلة كويسة، وهنا بنشفه. لازم اهم حاجة نشفه من المية. انا غسلته بعد ما غسلته بنشف جامد، مش عايزين هنا نقطة مية عشان الدقيق بتاعنا ما ينفعش يبقى فيه ايه احط دقيق الاقي مية، فهنا لازم ننشفه كويس. تمام تمام. هنبتدي بقى نفرد بقى الفرد بتاعنا بتاع زمان. الفطير ده يا جماعه طول عمرنا متربيين عليه، عايزه حد يقول لي مفيش حد ما دقوش، كلنا شعب مصر كله امهاتنا مربينا عليه، لان ده من اول الفطير اللي بدأ في الحياه متهيألي. انا عن نفسي كنت ايه على طول بعشقه، طول عمري متربيه عليه، فانا فتحت عينيا لقيته قدامي، يعني على طول بعمله. سهل وبسيط ما بياخدش معانا وقت، هو بياخد معانا زيت بس. طبعا هنا لازم تدوسيها عليها كده تجيبيها، يعني تدوسي من بره كده اهو زي ما انت شايفه من جوه لبره، وتروحي جايه من جنب كده برضو نفس الكلام عشان يدينا الطول والعرض قد بعض. مش عايزينها تبقى مطوله طول ولا عريضه عرض، لا احنا عايزينها تبقى قد بعضها، تمشيها كده اهو وتمشيها كده اهو، وبعد ما تفرديها بقى تروح عاملاها كده اهو. اهو اهو زي ما انت شايفينها كده، عامله نفس نظام الفطير الابيض. عارفين الفطير الابيض اللي هو الرقاق؟ نفس الكلام اهو، نفس نظام الفطير الرقاق. طبعا كل ما بتخففيها كل ما بتديكي وبتورق احلى من جوه. هتكسلي فيها وتسيبيها تخينه كده ومليانه هتبقى مش حلوه، لازم تشدي كده وتخففيها على قد ما تقدري. انا هنا بخفف فيها واشد على قد ما بقدر عشان عايزاها تبقى خفيفه معايا من جوه، مش عايزاها تبقى مكلكعه ومكتومه. حسيتها لسه تقيله رحت فردتها زي ما انتم شايفين كده اهو.
تمام تمام. لو وصلت لغايه هنا بقى عايزه احلى كومنت واحلى لايك واحلى اشتراك. طبعا الكومنت دوت بيشجعني وبيقومني كده، اول ما بقوم كده قاعده ادور لكم على فيديو، وبحب ان انا اسجل معاكم. الاول هنا اقول لكم الاول انا هفردها ازاي. هنا لازم نبقى قد بعض كده اهو، وتنفضي الدقيق على قد ما تقدري عشان ما ينزلش معانا في الزيت اهو كده اهو. يعني نفس نظام الشباك كده، عارفه الشباك لما تيجي تقفلي الشباك اهو، بصي اهي كده اهو. اهي سهله وبسيطه جدا، هتشوفي شكلها هتقولي اتعملت ازاي، بس هي سهله وبسيطه جدا اهي. بصي ادي الشكل بتاعنا. طبعا هنا ولا هنسيبها تريح ولا حاجه خالص، هننزل على طول على الزيت. تمام تمام. ارجع واقول لكم بقى، الكومنت بيشجعني، بيخليني اول ما بصحى من النوم كده عايزه اعمل معاكم فيديوهات كتير، وعايزه اسجل لكم، وعايزه وانا ماسكه البتاع وانا عماله اسجل دلوقتي، بحس ان انا قاعده مع اخواتي وحبايبي اللي هم على طول بيدعموني وبيبعتوا لي كومنتات حلوه وبيبعتوا لي لايكات، وربنا يا رب يخليهم ليا، ما تحرم منهم ابدا ابدا ابدا. حلم حياتي اللي انا اشوفهم بجد والله، لان انا حاسه ان هم اخواتي، ربنا يخليكم ليا يا رب. وتاني حاجة اللايك بيرفع الفيديو. تالت حاجة الاشتراك، طبعا أول ما بنزل فيديو بتبقى أول الناس بتشوفيه، طبعا ده بيسعدني وبيشرفني وبيرفع قناتي. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرم منكم أبدا. عرفت بقى أنا طماعة وعايزة التلاتة ليه، أنا ما أقدرش أستغنى عن حاجة واحدة. هنا بقى الخطوة ديت، الزيت بتاعنا سخن، كل ما بتنزلي من فوق كده بيحمر معاكي، بيزود التحمير يعني بينجزك. قلبتها لقيتها احمرت من تحت، يبقى كده خلاص اهي. حسيت الشكل دوت بقى احمر اكتر والشكل التاني لا، هديها دقيقه من تحت اهي. بصي طالما بقت كده وعملت بقى من فوق كده زي ما انت شايفاها، يبقى هي كده خلاص بقت من جوه هشه من جوه وجميله. بصي بعد ما خلصت بصوا منظرها عامل ازاي. كده كانت العجينه بتاعتنا مظبوطه، طالما نفخت الانتفاخ دوت ومرقت من جوه وبقت جميله كده، يبقى هي كده مظبوطه معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. الفطير بيتكلم عن نفسه. تابعيه كده، قصدي تابعي الفيديو واعمليه، هتلاقيه والله تحفه وجميل. طبعا احنا طول عمرنا متعودين عليه، بنرش عليه سكر ابيض. انا النهارده حبيت احط شربات. في ناس بتحط مربى، في ناس بتحط شوكولاته، في ناس بتحط ايه تاني، في حاجات كتير بتتحط، يعني في حاجات كتير ما باخدش بالي منها بتتحط، بس انا بحبه بالشربات اكتر، بيبقى شارب الشربات بتاعه كده وبيبقى خفيف اهو. هنسيبه بقى 5 دقايق كده يتشرب من الشربات بتاعه من جوه، وبعد كده اقطع معاكم بقى واوريكم. ادينا اهو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ في احلى ولا اجمل من كده؟ الواحده بوحدتها بصوا اهو، بصوا منفوخه من جوه وفاضيه ازاي اهي. بصوا اهي، والشربات ده خلاها جوه، يعني بصوا ده شربات مش زيت، دي مليانه شربات، كانت تحفه وجميله. وانا وبعمل من هنا يعني بصي في قطار ورايا عايز يشد الطبق. ان شاء الله هتجربيها وان شاء الله هتعجبك. باي باي يا حبيبه قلبي.